الزمالك بيدور على أي حاجة من ريحة النادي الأهلي ردا على صفقة زيزو. امبارح سمعنا عن تعاقد الزمالك مع محمد شريف، ولكن الجديد بقى يا سيدي إن بيرسي تاو كمان على الخط. بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي اللي تم انتقاله لنادي قطر القطري خلال انتقالات يناير اللي فاتت، ولكن بيرسي تاو رافض تماما العودة لمصر وكمان الانضمام لنادي الزمالك، وده بعد المكالمة اللي جمعته هو وميدو، واللي وضح فيها الميدو إن عايز يرجع جنوب افريقيا لنادي صن داونز علشان خاطر يلعب كاس العالم للانديه. فبدأ الزمالك يسعى ويدور على لاعب تاني من ريحة النادي الاهلي، بس لو جيت تفكر في الموضوع بشكل جدي هتلاقي ان كل المحاولات دي بائسة، وده لان لو جينا نفكر بقى ان فلان صفقة بترد على صفقة علان، وان الصفقة الفلانية هترد على الصفقة الفلانية، فاحنا كده مش هنخلص، وكل صفقة هترد على التانية، ونادي الزمالك مش هيضم اللعيبة اللي تقومه من تاني. الافضل دلوقتي هو التركيز على النادي نفسه مش على الرد على صفقات النادي الأهلي. سيب بقى رأيك في الكومنتات وقول لي تفكير الزمالك دلوقتي منطقي ولا مش منطقي.